سلام البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه ديالي ايزا سفيد. كيف شفتوا رمضان قرب وانا قلت علاش ما نبداش بوصفات اللي كندير بزاف في رمضان. وفي العنوان حطيت لكم بانني غادي ندير بريوات بالدجاج وبالخضره اللي كيجيو واعرين. نتمنى انكم تشوفوا الفيديو حتى الاخر، ونتمنى انكم تخليوا لي التعاليق ديالكم والاراء ديالكم. ما تنساوش تضغطوا على اللايك، وبالنسبه لي جداد ما تنساوش تابونيو للقناه لان مازال غيجيو شهيوات وشهيوات في رمضان ان شاء الله. نتمنى لكم فرجه ممتعه. واول حاجه غادي نديرها معاكم دابا قبل ما نبدا الفيديو، فانا غنوجد ديجا كلشي وغنقطع كاع الخضره اللي غادي نحتاج، ومن بعد نتلاقاو ونبداو في الوصفه. كيف قلت لكم البنات غنبداو اول حاجه غنديروها هي غنوجدوا هذيك الخضره، غنقطعوها. اللي انا استعملت هنايا الفلفله الالوان، مهم الوان ولا الفلفله اللي عندكم، فلفله خضراء، ونستعمل خيزو غادي نحكوه حتى هو، والقزبر الربيع يعني معدنوس ولا القزبر اللي كان عندكم. انا هنايا في هذه الوصفه كنخلطهم ديما، كندير النص بالنص، والفلفله حاره والثومه اكيد اللي ما كتخطاش كاع الدجاج. بالنسبه للبنات اللي بغاو يديروا بلاصه الثومه يديروا البصله، فانا كنصحهم بان البصله ما يقطعوهاش مع الدجاج من الاول، يعني ما يشرملوهاش مع الدجاج في الاول. من الاحسن انهم يديروها بوحدها، بحال كيحمروها ولا بحال كتكون مقليه واحد شويه، باش كتبقى ديك النسمه ديالها وما كتطلقش ليهم الماء في البريوات، يعني ما كيجيوش ما مقرمشينش. فمن الاحسن انكم ديروا البصله بوحدها وفي الاخر عاد تزيدوها، يعني باش تنسموا بها الدجاج لا غير. اما باش ديروها بحال هكذا مع الفلفله فهي كتطلق الماء بزاف، وحتى في هذوك البريوات كيجيو بحال فازكين. فهنا بعد ما وجدنا كل شيء غادي ناخذوا اول حاجه هذيك الشعريه الصينيه، وغادي نديروها في شويه ديال الماء سخون ونديروه مع شويه ديال الملحه ونخليوها على جنب، باش منين نبغيو نستعملوها نطلقوها ديجا واجده. فهي كتحتاج تقريبا غير 10 دقائق في الماء سخون راه كتطلق وكتشرب بوحدها. فمن الاحسن انكم توجدوها ديجا قبل. المرحله الثانيه اللي غادي نديروه هي اننا غادي نقطعوا هذاك الدجاج اللي انا ديجا وجدته من قبل ولا ليله قبل، رقدته في شويه الحامض شويه الملحه وشويه ديال السكنجبير باش كيطلق لينا هذيك الزفوريه ديالو كيشرب ما كيبقاش ميه. فهنايا خديته قطعته طريفات صغار بزاف، ويمكن تقطعوه رقيق اكثر على حسب الرغبه ديالكم كيفاش كيعجبكم. خديت هنايا الفلفله حاره، ثومه مدقوقه، والزيتون خضر حتى هو مقطع رقيق. فانا هنايا اختاريت الزيتون خضر اللي ديجا كيكون معاه ديك الفلفله الحاره المزاود. هنا عندي قزبر المعدنوس والفلفله حمراء والفلفله صفراء مخلطين، يعني الفلفله اللي عندكم، وخيزو محكوك. بالنسبه للعطريه غنحتاجو شويه ديال الملحه، شويه ديال الزيت العاديه، وشويه ديال زيت الزيتون بالنسبه اللي كيبغي نسمه زيت الزيتون، شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره، وشويه ديال الخرقوم، الفلفله حاره، وشويه ديال السكنجبير، واحد شويه ديال القرفه. بالنسبه للبنات اللي غيشوفوا الفيديو حتى الاخر، فانا ما بانش واحد اللقطه للاسف ما تصوراتش ليا في الفيديو، مع انني زدت شويه ديال القرفه كتعطي واحد النسمه في البريوات زوينه بزاف، فانا كنصحكم انكم تزيدوها. وهنايا على جنب راكم كتشوفوا ديجا وجدت الشعريه الصينيه، وغادي نبداو بالتحضير ديال الحشوه. قبل ما نبدا معكم بالتحضير ديال الحشوه عفوا البنات، غادي نوريكم اين ورقه كنستعمل، اللي هنايا هي رقائق البقلاوه اللي كتباع هنايا غالبا عند الاتراك. بالنسبه للبنات اللي كاينين في المغرب كتباع حتى في مرجان. فهي صراحه كتكون في الاول صعبه بالنسبه للبنات اللي غيخدموا بها اول مره، لان كتكون رقيقه بزاف وكتنشف دغيا، ولكن انا غنوريكم الطريقه كيفاش كندير ليها، عاد كنخدم بها كتجي سهله. هنايا خديت واحد المقيله غادي ندير فيها شويه ديال الزيت العاديه ونشحر فيها هذاك الدجاج.
كيف قلت ما غاديش نحتاج ندير كلشي العطريه اول مره، زعما كلشي في مره. غادي نفرق حتى ديك الثومه ما غاديش نديرها كلها على الدجاج، غنخلي النص حتى نزيد الخضره عاد نديرها باش تبقى ديك النسمه ديالها شويه. هنايا غندير شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، ومن بعد غادي نزيد شويه ديال الثومه. ما غاديش نزيد هذيك الثومه كيف قلت لكم في الاول، ما غاديش نزيدها كلها، غنخلي منها واحد شويه حتى نضيفو قبل ما نضيف هذيك الخضره كامله. وغندير النص ديال ديك الفلفله الحاره. الفلفله الحاره كتبقى مساله اختياريه عندكم، انا من عشاق الحار فاكيد عرفتوها من لي فيديو الاولين. وهنايا غنزيد النص ديال هذاك القزبر حتى يتشحر فيه الدجاج، والباقي غنزيدو في الاخر. فغادي نزيد شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره، وديريكت غادي نبدا ديريكت غادي نزيد عليها ديك الفلفله الحمراء والفلفله الصفراء، وغادي نخلط. وخيزو غادي نخليه حتى الاخير. فانا هنايا اختصرت لان كتزيدوا غير المقادير ولا غير هذيك الخضره من الفوق. ومن بعد ملي كنزيد هذيك الفلفله عاد كنزيد هذاك الباقي اللي خليت ديال الفلفله الحاره وديال الثومه، وكنشحر داكشي مزيان. وخيزو حيت كيدبل دغيا ولا دغيا زعما كيطيب، غنخليوه هو اخر حاجه هو القزبر. فكنخليو داكشي كيتشحر مزيان، وميم طون كنبقاو بحال نهرسوا هذاك الدجاج ولا باش كيجينا نساجم مع بعضياته. راكم كتشوفوا الطريقه في الفيديو كيفاش كندير ليها انا. وكنزيدوا قبل ما كنطفيو البوطه كنزيدوا هذيك شويه ديال الثومه كيف كتشوفوا، وعاد كنزيدوا شويه بشويه هذاك الخيزو محكوك. فهنايا انا بدلت الكاميرا فين كنت حاطاها، لان كيطلع هذاك الدخان ولا ما نعرف ديال الطياب وكيخبي لي الصوره شويه، فانا اعتذر. ولكن المقادير باينين، اللي عطيت في الاول هما اللي كتضيفوهم وكتشحروا هذاك الدجاج على الطريقه ديالكم. المهم هو ان شنو كنستعمل وسطهم وشنو العطريه اللي كنستعمل وصافي. فكيف كتشوفوا هنايا اخر حاجه ولا ما قبل الاخيره ضفتها هي هذاك خيزو. فانا ما عطيتش شي مقادير معينه. هنايا زدت عاوتاني الزيتون لان ما كيبغيوش الطياب هما في الاخير. زدت الزيتون اخر حاجه، وغادي نزيد هذاك القزبر، هذاك الربيع المقطع ولا القزبر والمعدنوس غنزيدهم حتى غادي نطفي البوطه في خطره، يعني باش كتبقى ديك النسمه ديالهم زوينه بزاف وكيبقى داك الطعم ديالهم ولا الطعم ديالهم كتبقى ديك النسمه ديالهم في البريواز. فهانتوما كتشوفوا داك الخليط اللي مازال غادي نضيف ليه الشعريه الصينيه، والصراحه كيشهي بانكم تاكلوه غير هكذاك قبل ما تعمروه. هاد الحشوه عاوتاني اللي كتبقى لكم البنات يعني بحال في رمضان كتبغيو ديروا لها غد ليه تقدروا تعمروا بها الخبيزات، تقدروا تعمروا بها المسمن، تقدروا تعمروا بها اي حاجه. هنايا خديت ديك الشعريه الصينيه اللي خليتها ديجا نشفات شويه ولا تسقطرات من الماء،
وغادي نقطعها واحد شويه باش ما تبقاش طويله ونضيفها مباشره للخليط. ما غاديش نخليها طيب معاه، غنخلطها نيشان وغنبداو نعمرو. فبقاو معايا باش نوريكم الطريقه ديال هذيك الورقه اللي معقده بزاف، سورتو البنات ديال المانيا معقداهم كيقول لك كتقطع لينا. فشوفوا معايا الطريقه. فانا صراحه هي باش كنخدم سواء البريوات اللي حلوين ولا هاد البريوات ولا اي حاجه معمره ولا السيجار، فكتجيني غير بها لان كتجي رقيقه بزاف وكتجي مقرمشه كيف قلت لكم وبنينه. فهنايا غنخليو واحد شويه داك الخليط يبرد. اهم حاجه ما نبداوش نعمروا هذيك الورقه وهذاك الخليط ديجا سخون بزاف. واخا انا هنايا ما عنديش الوقت يعني غنبداو هو سخون شويه، ولكن بالنسبه للبنات المبتدئات بهذيك الورقه اللي ما عمرهم خدموا بها فانا كنصحهم يخليو هذاك الخليط حتى يبرد ومنها حتى كيشرب شويه يعني كيجي ناشف. فهنايا انا خديت اول حاجه وجدتها هي شويه ديال الدقيق شويه ديال الماء، هي باش غادي نلصق. ما كنستعملش البيض نهائيا في البريوات ولا في اي حاجه كنلصقها ولا كندهنها. انا ما كتعجبنيش ديك النسمه ولا البيض، ديما كيخلي واحد الزفوريه. مي هو كتبقى مساله اختياريه ممكن انكم ديروها. هنايا غنقطعوا هذيك الورقه. فانا هنايا تعمدت بانني ما نقطعش من الفيديو في المونتاج، بانني نخليكم تشوفوا. بالنسبه للبريوات اللي عاديين في الكبر ولا شي حاجه، فانا كنقطع هذيك الورقه ديال البقلاوه كنقطعها تقريبا على 4 ديال الاجزاء، وداك الجزء الاخير كنديروا واحد شويه صغير يعني هو اللي كنديروا ديما في الوسط باش ما كيجوش خارجين ليا دوك الجناب. هانتوما غادي تشوفوا معايا الطريقه. واهم حاجه البنات في هذه الورقه هي انكم غير تقطعوها عاودوا جمعوها وانتم كتخدموا بها. ضروري انكم تغطيوها لان كتنشف دغيا دغيا دغيا، وإلا نشفات صافي يعني غير لوحوها. فانا كيف شفتوا غطيتها وغادي نبقى نجبد غير هذيك باش كنخدم وصافي. فهنايا غنبدا معكم غنوريكم تقريبا ندير واحد المثال كيفاش كنعمر باش بالنسبه للبنات يشوفوا حتى الطريقه. نتوما كتشوفوا بان الورقه رقيقه بزاف وما كندهنها ما والو، يعني ما كديروا لها لا زيت لا زبده لا والو. فكتشوفوا الطريقه ديال طي نتوما كتخدموا بها وميم طو بحال كتضغطوا بالصباع ديالكم باش كيدخلوا هذوك الجناب باش ما كتجيش مرخيه هذيك البريوه. فانا من اطباقي المفضله في رمضان هي هاد البريوات وحتى العائله صراحه. هو اكثر طبق الا تحط فوق الطبله ما كيبقاش، ولو ديري فيه اللي درتي وديري شحال ما درتي فكل شيء كيكون عزيز عليه. فانتم كتشوفوا الشكل النهائي سهله، ما كتقطع ما كتفتت هذيك الورقه او ميم طون كتجي مقرمشه ولذيذه. يعني غير زعما خدموا بهذيك الورقه. انا كندير دابا المهم راه غير كنضحك، ما كنديرش شي اشاره لشي ورقه، غير هي اللي كنستعمل بها وغير هي اللي زعما هي اللي كنخدم بها حيت كتجيني رقيقه بزاف وصافي. فانا غندير لكم هنايا واحد المثال ولا بريوه ثانيه قبل ما نكمل كاع البريوات ديالي باش تشوفوا معايا. دوك الجنيبات الا كيبقاو لكم الاحسن انكم تطويوهم، كتبقاو تلصقوا بداك الدقيق والماء. وها البريوه ديالنا واجده وغادي نقليوهم في الاخر. غادي تشوفوا معايا النهايه. فهنايا انا غادي نوجد تقريبا كل شيء، غادي نخليكم ونتلاقاو باش نوريكم الطريقه كيفاش تقليوهم. علاش قلت لكم الطريقه كيفاش تقليوهم؟ لان اغلبيه كيخليوهم حتى كيتحمروا من واحد الجهه ولا كيحطوهم في الماء الماء اوهو على الماء زعما الزيت. مهم فهمتوني. المهم راه بالعاني ما غاديش نحيد هاد اللقطه ديال الماء، ما غاديش نحيدها من المونتاج، ما غاديش نحيدها من الفيديو عفوا. زعما اغلبيه كيحطوهم في الزيت كيكون سخون
ومن الاحسن انكم تحطوهم في الزيت اللي يكون شويه، ما يكونش بارد بزاف او ميم طون ما يكونش سخون بزاف وما تغناوش عليهم. يعني كل مره كتقلبوهم، ما كتخليهمش حتى كيتحمروا من جهه عاد كتقلبوهم. واخا كيكونوا باقيين بيضين كتبقاو تقلبوا باش كيجيو محمرين كاملين ومن جميع الجوانب زعما. فهانتوما كيف كتشوفوا اول بريوه وكنكونوا ديجا وجدنا واحد مع البابيي ولا سميتو الكارد ديال الكوزينه باش كيشرب لينا هذاك الزيت اللي كيكون فيهم. وغادي نوريهم لكم نكمل القلي ديالهم ونوريهم لكم في طبق التقديم. فكيف كتشوفوا كيجيو ذهبيين في اللون، ما كنخليهمش حتى كيطيبوا بزاف وكيجيو مقرمشين. وهنايا في طبق التقديم كنقدموهم بالصحه والراحه. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم ونتمنى انكم تجربوهم لانني متاكده بانهم غيعجبوكم ومتاكده بان الوصفه غادي تجيكم سهله وكتصدق 100%. ما تنساوش اللايك ديالكم وما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو. انا هنايا كالعاده ما كنتسناش كندق في الكوزينه. بغيت غير نوريكم كيفاش كيجيو في الداخل. يعني كتجي فيهم واحد القرمشه وكيجي اون طون داك الدجاج مع ديك الخضره كيجيو خفاف كيجيو زوينين. وممكن انكم تحضروهم حتى نهار قبل وطيبوهم لغد ليه، فهاد الشيء حتى هو ممكن. فالبنات ما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي عزازين عليكم. ما تنساوش انكم تدعموني بالتعليق ديالكم لي لايك ديالكم. بالنسبه لي يلاه انضموا للقناه اعيد ثم اعيد. ما تنساوش انكم تابونيو القناه ومرحبا بكم. وان شاء الله الا عندكم شي وصفه باغيينها تكون في رمضان ولا شي يعني شي وصفه باغيين انني نحطها فمرحبا والف مرحبا. كتبوا لي غير في التعاليق ونحطها لكم ان شاء الله في الفيديو القادم. فكنتمنى لكم نهاركم مبروك والى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.